بعد نهاية أولى مباريات الدوري المصري بين نادي بيراميدز ووادي دجلة بالتعادل السلبي بدون أهداف، أول طرد يسجل باسم وليد الكارتي وفي الدقيقة 17 لتأتي الدقيقة 63 ويتم طرد محمود طلعت من وادي دجلة ليسجل أولى أهداف الدوري المصري للنادي المصري وبأقدام عبد الرحيم دغموم، ليرد نادي الاتحاد السكندري ويتعادل بأقدام مصطفى إبراهيم، ليعود عبد الرحيم دغموم ويتقدم للنادي المصري بالهدف الثاني، ليأتي عمر السيد ويوسع الفارق في الدقيقة الأخيرة من بدل الضائع. وفي نفس توقيت المباراة يتقدم ناصر ماهر لنادي الزمالك في الدقيقة 85 على سيراميكا كليوباترا، ليأتي محمد شحاتة وبتسديدة من منتصف الملعب ليقضي على أمال سيراميكا كليوباترا، وينتهي اللقاء بثنائية نظيفة لنادي الزمالك. وسلام.